كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. معاكم أحمد سمير. النهاردة كده هسرد لكم قصتين هي من تجارب حقيقية حصلت مع الناس أو بيقولوا إن هي حصلت معاهم، فيلا بينا نسمع الناس هتقول ايه. القصة الأولى بتقول موقف حصل معايا أيام ما كان جدي الله يرحمه عايش، وكان قاعد معانا في البيت وفضل معانا فترة طويلة جدا، والبيت بتاع العيلة كان مقفول ومفيش حد ساكنه. ومرة واحدة قال أنا هرجع أعيش في بيتي تاني، وبقى يروح بيته وأنا كنت كل يوم بروح أشوفه لو محتاج حاجة مني. وفي مرة من المرات وأنا كنت عنده وقبل ما أدخله سمعته كان بيزعق لحد وبيقوله يا عم سيبني أنام بقى، حرام عليك. أنا فكرته حرامي أو حد بيضايقه. دخلت بسرعة لقيته بيشد البطانية من حد، وشفت طرف البطانية التاني حد غير مرئي بيشدها. والله كان بيشدها بس مفيش حد. انا اول لما دخلت وشفت الموقف ده الكائن ده او زي ما تكون كده ساب البطانية ووقعت على الارض، ولقيت جدي بيشتمه علشان بيضايقه. انا قلت له مالك يا جدي في ايه؟ قال لي مفيش حاجة يا ابني، هما كده كل يوم بيضايقوني علشان عايزيني امشي من هنا. انا بصراحة خفت وقلت له مين اللي بيضايقك؟ قال لي هما يا ابني. انا قلت له ما تخافش، وقمت علشان احط الفيشه بتاعه الراديو، واول لما القران الكريم اشتغل على الراديو لقيت الفيشه اتشالت تاني من الكهرباء، اتشالت ووقعت لوحدها. انا بصراحه طلعت اجري بره البيت، وجيت تاني يوم الصبح وقلت له تعالى معايا، انت مش هتنام في البيت ده تاني لوحدك. ورجع بقى يقعد معانا تاني. واللي عرفته ان دول عمار البيت، كل بيت بيبقى فيه عمار او ناس ساكنه البيت من العالم الاخر. الناس دي موجودين فعلا في كل بيت، بس هم ملهمش صلة بينا غير لما احنا بس نأذيهم. احنا لو أذيناهم او ضايقناهم هم كمان هيضايقوك. وعمار المكان دول بيظهروا او بيتملكوا المكان لما المكان ده بيفضل مقفول لفترة طويلة، فهم بيسيطروا على البيت. والله أعلى وأعلم. القصة التانية بتقول الموقف ده حصل معايا من 7 سنين. كنت في البلد عندنا ورحت علشان أصلي الفجر مع خالي، واحنا في الطريق للمسجد في فرن بتاع عيش خالي كان بيجيب منها على طول. المهم حاسبنا على العيش ورحنا نصلي الفجر، وبعد ما خلصنا الصلاة خالي انتظر شوية في المسجد بعد الصلاة وقال لي خد العيش وروح انت. انا خدت العيش وبدل لما اروح رجلي خدتني ومعرفش ازاي خدتني للمقابر. المقابر كده كده هي في طريقنا للبيت. دخلت على المقابر ورحت على مقبرة جدي، وأول لما وصلت قرأت له الفاتحة ولسه همشي سمعت زوم ورايا. كان كلب، عارف انت الزمجرة او الزوم بتاع الكلب لما بيقعد يزمجر كده على حد. الكلب ده كان واقف ورايا، فأنا بدأت أقطع له من العيش وأديله يشوف العيش ويبص لي. قطعت حتة تاني بيبص برضو للعيش، بيبص له ما بيرضاش ياكل. المرة التالتة رميت له الرغيف كله، عمل نفس الحركة. انا ما كنتش عارف اتحرك ازاي، كل اللي كنت حاسس بيه اني متجمد مكاني. حارس المقابر او الراجل اللي شغال في المقابر هو اللي انقذني، ربنا بعته ليا في الوقت المناسب. ولحد وقتنا هذا الموقف ده انا بشوفه كل مرة في الحلم. الموقف بتاع الكلب ويقعد يزوم عليا واحدف له لقمة وما رضاش ياكلها، الموقف ده انا بشوفه في الحلم كل يوم، وبرضه مش فاهم تفسيره ايه ولا ايه مغزى فيه، انا مش عارف. ودي كده كانت قصتنا النهاردة او التجارب بتاعتنا بتاعت النهاردة، وبكده خلصت قصتنا النهاردة. انا عارف هي قصة قصيرة شوية، بس ان شاء الله في تجهيزات جاية كتير جدا حلوة وهتعجبكم. فانا عايزكم تدعموني وتشتركوا بالقناة، وما تنساش الشير لاصدقائك او الناس اللي بتحب الرعب، تعمل لهم شير علشان يشوفوا القصص ويتابعوني. اشوفكم في فيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. السلام عليكم.